السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. لسه خلصان ماتش الاهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري. الاهلي بيكسب 2-0 باداء مفيش امتع من كده ولا احلى من كده. الزمالك حرفيا ما جاش الماتش غير اخر شويه في الشوط الثاني. بص، انا ممكن اكون بقدم موسم زي الزفت، ممكن يكون ادائي زي الزفت طول الموسم، ممكن يكون عندي اللاعيبه او خط الدفاع زي الزفت، كل حاجه ممكن تكون وحشه الا لما تيجي قدامي. طالما انت شفت التيشيرت الابيض خلاص كده يا اسطى، الستارت اب بتاعك كله بيتغير. بص، كده كده هدوس على وشك، كده كده هدوس على وشك، عشان اعرف كل مره وكل مره هقول لك واعرفك مقامك. كل مره هدوس على وشك عشان ما تتنططش كتير. مجرد ما بقع قدامك مره واحده بتسني لي 1000 سكينه، بتيجي قدامي بقى خلاص طالما فوق. والله ما هسمي عليك، والله ما هسمي عليك. يا جدعان، الاهلي النهارده بيقدم متعه كرويه، اقسم بالله امتع ماتش شفته الاهلي الموسم ده كله. هي القصه كلها قصه رجوله، مش قصه لعب. انت لما بتيجي قدامي انا بلعبك رجاله لرجاله، لا تقول لي اداء ولا فنيات ولا اي كان، انا بلعبك راجل لراجل. وطالما جيت في حته الرجوله مفيش حد اقوى من رجاله الاهلي. وروح الفانيلا الحمراء مفيش روح فوقها، دايما هتكسب. راهن على الاهلي دايما هتكسب. والله عمره ما خسر ولا هيخسر، ولا عمر الرهان ده خسران. وكل مره يا اسطى هعرفك مقامك، وكل مره هدوس على وشك. اعرفوا مقامكم الطبيعي، اعرف حجمك. انت كومبارس، مجرد كومبارس عشان المسرحيه تكمل، لا اكتر ولا اقل. عشان بس الاقي حد نفسه كده اللي هو يلا، عشان يكون في شويه دراما في الموضوع وشويه سسبنس كده. لكن هفضل اكسب على طول ما تبقاش لذيذه يعني، فبديك مره كده بل ريق كل فين وفين عشان تفضل صاحي يعني. بس وقت ما احب ادوس على وشك بدوس على وشك. الموسم ده غلبك في الدوري 2-1، وانا في اسوأ احوالي وانت في احسن احوالك. انت جايب 13 صفقه، وجايب مدرب جديد ومشروع رياضي ومدير رياضي جديد جون ادوارد، وعامل لي فيها البحر طحينه، وعامل انك مفيش اجمد من كده. بتيجي قدامي تقلب فرخه بيضه، حرفيا فرخه بيضه. لبست ازرق لبست ابيض، كده كده هتاخد على وشك. القصه مش قصه الوان، هو لون واحد بس، هو اللون الاحمر. لون الدم احمر، ولون النادي الاهلي احمر. مهما لبست لي في الوان ومهما غيرت لي في التيشيرتات، بتتفائل بالابيض بتتفائل بالازرق، كده كده هتاخد على وشك. ملهاش قديم ولا لها جديد، هي معادله وثابته طول العمر وطول الازل. تمام يا صاحبي. ما بص، ما تحلمش يعني. انت خلي احلامك كلها تحتيه كده يعني، بس سقف احلام انا ما توصلوش، عشان ما تقعش على جدور رقبتك زي كل مره كده. ولسه النهارده واقع على جدور رقبتك، ولو قابلتك تاني هدوس على وشك تاني. القصه كلها زي ما قلت لك، قصه روح ورجوله، مش قصه فنيات. هي 11 ل 11 في الملعب، بس مين الراجل ومين اللي عايز ومين اللي حماسه اكتر ومين اللي الدوافع بتاعته اكتر. طول عمرها كانت عندي الدوافع اكتر. ليه؟ عشان بس ادوس على وشك، وعشان اعرفك حجمك الطبيعي.